أحرقوا الزيت إذا لم يتعرب، أحرقوا الزيت إذا لم يتعرب قبل أن نفنى ويفنى ويهرب، إن هذا الزيت فتاك مجرب. كما تنبأ صاحب هذه الكلمات فقد أحرق هذا الزيت الوطن وكل الأوطان لأنه لم يعرب. صاحب هذه الكلمات خطف في مثل هذا اليوم في 17 ديسمبر من العام 1979 في ظروف غامضة بالعاصمة اللبنانية بيروت، ليحاول خاطفه أن يسكت صوته إلى الأبد. فمن هو المناضل الذي أعاد قراءة تاريخ أسرة حكمت الجزيرة العربية أكثر من قرن ونصف القرن؟ هو ناصر السعيد. ولد في مدينة حائل عام 1923 بعد عام من سقوط حائل بيد عبد العزيز آل سعود. بدأ نضاله صغيرا جدا، وأيقن أن الكرامة كالحياة تستوجب ثمنا غاليا منذ أن رافق جدته التي اعتقلت بسبب مواقفها الرافضة لحكم قام على إراقة دماء أبناء بلدها. عمل ناصر بشركة أرامكو، حيث تعرف لأول مرة على سياسة التمييز بين الوطني والأجنبي، ما دفعه إلى قيادة عمليات عصيان المدني للمطالبة بتحسين أوضاع العمال المعيشية والوظيفية. وفي العام 1953 قاد ناصر انتفاضة العمال للمطالبة بدعم فلسطين، فقامت السلطات باعتقاله وإرساله إلى سجن العبيد بالأحساء. بعد خروجه من السجن ازداد تمسكا بالمطالب التي ناضل من أجلها، والتي ضمنها خطابه الذي ألقاه أمام الملك سعود في مدرسة حائل. جاء فيها إقامة مجلس شعبي حر منتخب، وضع دستور يتضمن حقوق الشعب ويحدد مهام سلطات الدولة الثلاث مع الفصل بينها، حرية الصحافة وحرية العقيدة والتعبير والاجتماع، التعليم الإجباري للجنسين والمساواة في الحقوق، منع التعذيب في السجون، إلغاء أجهزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإلغاء نفوذ آل الشيخ الذين استغلوا الدين لأغراضهم الشخصية، ما تسبب في أذية الناس. أما على الصعيد الخارجي فدعا إلى سياسة الحياد الإيجابي ونبذ التبعية إلى أمريكا. هاجر ناصر السعيد وطنه وتنقل من عاصمة عربية إلى أخرى حاملا هم المواطن المضطهد. وفي القاهرة كان له صوت يهدر من إذاعة صوت العرب الذي نقل من خلاله مأساة شعب الجزيرة العربية المقهور. ومن القاهرة انتقل إلى دمشق، حيث عقدت إحدى جلسات مؤتمر الاتحاد العام للكتاب العرب عام 1979، وهناك اقتحم ناصر السعيد القاعة وفك لثام كوفيته الحمراء مناشدا الكتاب العرب الانحياز لانتفاضة الكعبة التي هي ثورة على حكم آل سعود، وليس كما روجت له السلطات من أكاذيب وأباطيل لتعتم على حقيقة هذه الانتفاضة. ونال كلامه احترام وتقدير المتواجدين. بعد ذلك ذهب ناصر إلى بيروت ليجري لقاء مع صحيفة السفير، وبعد خروجه لم يعد. أشارت المعلومات أن ناصر السعيد اختطف بطلب من فهد بن عبد العزيز بالتنسيق مع سفير السعودية آنذاك علي الشاعر، وبقي مصيره مجهولا إلى يومنا هذا. قصة الظلم والاستبداد والاختطاف منذ قيام مملكة الإنسانية مستمرة إلى أيامنا، حيث سياسة الاعتقالات والسجن دون محاكمات والقمع وسياسة التجهيل والحرمان. لكن مع اختطاف ناصر السعيد زاد وعي الشعب أكثر فأكثر أن هناك من يسرق مقدراته وثرواته، ولن يضيع حق وراءه شعب مطالب. أنا الشعب الذي قد كفلوه فكرت على قواتل نيل ماجدي. أنا الزحف المقدس سوف
الحق عندي، أنا السحب المقدس سوف